يا مساء الفل، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى بينا نعمل الكيكه القمر دي. في بوله هحط فيها 3 بيضات وكيس من الفانيليا. هضرب كده الكلام ده كله بالمضرب. لو انت عايزه تستغني عن المضرب خالص ممكن تستخدمي الخلاط، مفيش اي مشكله. وبعدين هحط كوبايه من السكر. سر ارتفاع الكيكه بقى انك تضربي البيض مع السكر في الاول. حتى لو هتستخدمي في الخلاط اضربي البيض مع السكر في الاول خالص لحد ما السكر يختفي تماما، حبيبات السكر كده تدوب. احط بقى كوبايه من اللبن وبعدين ربع كوبايه من الزيت. هضرب بقى كل الكلام ده كده في الاخر. انا كده خلصت المواد السائله، هضربهم كده مع بعض في الخلاط او في المضرب. وبعدين بقى هجيب الدقيق بتاعي، لازم انخله طبعا. هستخدم كده حوالي كوبايه ونص. انتي طبعا بقى حطي لحد ما تلاقي القوام بتاعك مناسب زي ما هتشوفي معايا في الفيديو، لان طبعا الدقيق بيختلف من نوع لاخر. يعني الدقيق بتاعي مش زي الدقيق بتاعك، فانت هتحطي كده لحد ما تشوفي القوام بتاعك مناسب ولا لا. هو هتستخدمي من كوبايه ونص لكوبايتين، مش اكتر من كده ان شاء الله. هقلب بقى في اتجاه واحد كده وبالراحه عشان ما اطلعش الهواء من الكيكه. وفي الاخر هحط كيس بيكنج باودر او كيس كيك شيف. هقلب برضو كده برضو في اتجاه واحد لحد ما القوام معايا يوصل للدرجه دي. هجيب بقى صينيه وادهنها زيت وابدرها بالدقيق واحط القوام بتاعي ده او العجينه بتاعتي ديت في الصينيه. هدخلها طبعا في فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180 وما افتحش عليها قبل تلت ساعه. الصوص بتاع الكيكه: كوبايه من السكر البودره، نص كوبايه من اللبن، و3 معالق من الجبنه المثلثات او 3 قطع من الجبنه المثلثات او جبنه كريمي، و3 معالق من الزبده. يبقى سكر ولبن وجبنه مثلثات او جبنه كريمي و3 معالق من الزبده. هتضربهم كده في الخلاط لحد ما الصوص يتقل، وبعدين هدخله التلاجة على ما اخلص الكيكه او الكيكه تستوي معايا. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك، هي كده استوت. طلعتها بعد نص ساعه، ما فتحتش عليها ابدا قبل تلت ساعه. هحط بقى عليها الصوص. ما شاء الله اللهم بارك، تحفه، والصوص طعمه خرافه، يتاكل لوحده كده. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم بقى دي تاني يوم. بصوا بقى بعد ما الصوص تقل حطيته في التلاجة يوم ممكن نستبدل الزبده بسمنه عادي. يلا بقى باي، ما تنسيش تحط لايك وتشتركي في القناه.